على فكرة أنا زعلانة منك. إيه ده؟ ليه؟ عشان الطريقة اللي أنت كلمتني بيها ما كانتش حلوة. أنت زعلانة عشان الطريقة اللي أنا كلمتك بيها ومش حاسة أنت عاملة فيا إيه خلاني كلمتك كده؟ يعني قبل ما تقولي زعلانة منك مش تشوفي تصرفاتك المسيئة وضغوطاتك عليا الأول؟ يا خبر، إيه ده كله؟ أنا عاملة كل ده؟ قبل ما تتكلمي على اللي مزعلك انت محتاجة تعتذري لي الأول عن كل الإساءات اللي انت عاملاها معايا. شخصية النهاردة واحدة من أخطر الشخصيات اللي بتبقى مؤذية وسامة جدا للي بيتعامل معاها. الشخصية اللي بتتلاعب باللي قدامها، الأستاذة في قلب الترابيزة اللي مش بتطلع نفسها غلط أبدا، ولو اعترفت بالغلط فالغلط ده لازم تنسبه فيك، ولازم يكون الغلط اللي هي عملته بسبب شيء انت او انتي عملتيه. انما هم مش بيغلطوا. العالم أرون بيك صاحب المدرسة العلاجية الشهيرة في علم النفس واللي اسمها العلاج المعرفي السلوكي او الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي CBT، ذكر طريقة التفكير اللي بيستخدموها دي تحت بند أخطاء التفكير. خطأ التفكير اللي ذكره الدكتور أرون بيك هو خطأ توهم انك دايما صح. هم دايما صح وعلى حق. زي ما شفنا في المشهد في اول الفيديو، الزوج قلب الترابيزة على مراته لمجرد انها بس قالت له انها زعلانة منه. الزوج من الشخصيات اللي هنتكلم عليها النهارده، الشخصية المتلاعبة. الزوج قدر يتلاعب بمشاعر مراته وقدر يقلب الموقف اللي هي كانت جاية فيه بتشتكي من طريقة كلامه اللي ضايقتها لأنه هو الضحية وهو اللي صابر وهو اللي زعلان منها وطالبها بالاعتذار. ورغم ان الموضوع بسيط وما كانش هياخد دقيقة لو رضاها بكلمتين، لكن طلعها ملهاش حق اصلا تزعل. امال هو بقى يا حرام اللي شايل وساكت وصابر يعمل ايه؟ قلب الحق باطل، وبعد ما كانت عايزاه يقول لها كلمة يراضيها بيها طلعها هي الغلطانة وطالبها بالاعتذار. المشهد اللي شفناه بيعبر عن شكل متكرر كتير قوي مع الشخصية المتلاعبة دي، الشخصية اللي الكون بيدور حواليها واللي مركزة بس مع نفسها، مفيش حد تاني موجود ليه حقوق. زي ما شفنا الشخصية دي بتبقى حساسة جدا تجاه النقد. أي نقد، أي لوم، أي عتاب بتعتبره هجوم شخصي عليها هي ذات نفسها، وبالتالي الشخصية دي بتبتدي تحول النقد واللوم البسيط لحرب لازم ينتصروا فيها. بتستقبل اللوم والنقد على إنه هجوم، ولازم ترد الهجوم ده بهجوم مش بس مماثل، لا ده بيكون أشرس وأعتى وأكبر كمان. وزي ما بنشوف الهوا في الأيام اللي بيبقى فيها عواصف بيتلاعب بالأغصان بتاعت الشجر، الشخصية المتلاعبة بتهزنا وبتحركنا وبتحاول تقنعنا إن اللي احنا بنقوله غلط. الشخص المتلاعب هيحاول يهزك بعيد عن الموقف بتاعك، هيحاول يهز قناعتك، وبيعمل ده من خلال انه يدخل معاني تانية خالص في الموضوع تخليه قادر يحركك في اتجاهات مختلفة تماما. الشخصية المتلاعبة من اخطر انواع الشخصيات اللي ممكن تدخل معاها في علاقة، وخطورة العلاقة دي بتزيد لما ضحية الشخصية دي تبقى من النوع العاطفي، النوع اللي بيراعي مشاعر اللي قدامه ده. الشخص الطيب ده او الانسانة الطيبة دي بيطلعوا بعد المناقشة مع الشخصية المتلاعبة ممكن يكونوا بيكرهوا نفسهم وبيلوموا نفسهم على الأذى الكبير اللي سببوه للشخصية المتلاعبة. مش هيستحملوا انهم ممكن يكونوا هم السبب في الأذية اللي سببوها للشخص اللي بيحبوه، وده لأن الشخصية المتلاعبة دي هتقنع الإنسان الطيب اللي معاهم سواء كان راجل أو كان ست انهم سببوا لها أذى شديد جدا. ودي أحد أوجه الخطورة اللي بتسببها الشخصية المتلاعبة للشخصية الكونسيدرت الطيبة اللي بتراعي الشعور لو دخلت معاها في علاقة. طيب دلوقتي ايه هي يا ترى العلامات اللي تعرفنا الشخصية المتلاعبة دي؟ يعني ايه اللي لو احنا شفناه نقول احنا معانا شخصية متلاعبة؟ تعالوا بينا نشوف. اول حاجة ان الموضوع البسيط بياخد وقت طويل جدا في النقاش، مش بيقتنع بسهولة ويمكن مش بيقتنع خالص.
اقناعه بيعتبره اكنه عيبة، هو لازم يقنعك انت باللي هو بيتكلم بيه. تاني حاجة لازم تخلي بالك منها، انك لو بتتكلم مع الشخصية المتلاعبة دي لازم هيدخلك في مواضيع تانية خالص، لازم هيفتح زوايا تانية خالص للموضوع. الموضوع اللي بتتكلم فيه لازم بيتفرع، ولاحظ انك لما هتتكلم معاه لازم هيشتتك في حتت جانبية. تالت حاجة، دايما اللي بيتكلم معاه هو الغلطان، دايما الاخر هو الغلطان. والشخصية دي دايما تحب تحط نفسها انها يا اما مستحملة علشان الحب يستمر، يا اما عمل التصرف اللي هو عمله ده لانه فاض بيه، ولانه فاض بيه وما بقاش قادر ينضغط اكتر من كده اتصرف بالطريقة اللي حضرتك بتشتكي منها او اللي حضرتك بتلومي عليه فيها. رابع حاجة بتيجي من ان الشخصية دي زي ما شفنا متمحورة جدا حوالين نفسها، مركزة على نفسها فقط، بتمشي كده زي ما بنقول على هوى نفسها. فنلاقيها بتكره جدا تلتزم بوعد او تلتزم بقاعدة ثابتة. فمن العلامات اللي نشوفها كويس جدا وما نخليهاش تعدي قدام عينينا من غير ما نركز فيها، هي علامة انهم دايما بيكسروا القواعد، دايما مش بيقدروا يلتزموا باللي بنتفق عليه، وانهم مش احسن الناس في الوفاء بالوعود. ولانهم دايما بيكسروا القواعد وعدم الالتزام مصاحب ليهم، فنلاقيهم نمرة 5 بيبقوا شاطرين جدا في استخدام المبررات. المبررات عند الشخصية دي لا تنتهي، دايما حاضرة وجاهزة. دايما بيقولوا وبيحاولوا يقنعوا اللي قدامهم ان كان في سبب او مجموعة اسباب هي اللي خلتهم يخالفوا الاتفاق اللي اتفقوا عليه او القاعدة اللي قالوا هيعملوها او الوعد اللي ادوه. ودلوقتي احنا اتعرفنا على بعض العلامات اللي نقدر من خلالها نكتشف الشخصية المتلاعبة دي لو وقعنا في علاقة معاها. بس دلوقتي قبل ما نشوف الحلول ونعرف احنا ازاي ممكن نتعامل مع الشخصية دي، بفكركم اضغطوا زر الاشتراك، فعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات بتاعتنا اللي هنعملها لكم ان شاء الله في المستقبل. ودلوقتي يلا بينا على الحلول. اول حاجة محتاجين نعملها ان احنا نبقى ملاحظين لو اللي قدامنا دايما بيدخل معانا في جدالات، دايما ما بيطلعش نفسه غلطان، دايما بيرمي المشكلة علينا. فاول حاجة نعملها ان احنا ما نصدقش الكلام اللي بنشوفه قدام عينينا ده، ما نبتديش نلوم نفسنا ونجلد نفسنا. جلد الذات هيبقى اخطر حاجة نعملها في نفسنا لو صدقنا الكلام اللي قدامنا ده. تاني حاجة محتاجين نعملها ان احنا نحافظ على الحدود الشخصية والحدود النفسية بتاعتنا. يعني ايه نحافظ على الحدود الشخصية والنفسية؟ يعني من حقنا ان احنا نزعل، من حقنا ان احنا نتسمع. في المشهد اللي احنا شفناه في اول الفيديو، الزوج سلب الحق ده من مراته، ابتدى يتكلم على نفسه، ما سمح لهاش انها تتكلم معاه. فلازم نبقى من حقنا ان احنا نتكلم على النقطة دي، ما نبتديش زي ما هي ما عملت تروح ايه ده انا عملت كل ده وتبتدي تنجرف معاه في سكة تانية. تالت حاجة، ودي نقطة بيعملوها كل الشخصيات المتلاعبة، هي فكرة انها بتشتتنا، انها بتاخدنا في حتة تانية. فمحتاجين ان نبقى مركزين جدا احنا عايزين نتكلم في انهي نقطة، وما نتشتتش معاهم في الزوايا التانية اللي هيحطوها. يعني في المشهد اللي فات احنا شفنا ان زوجة اتكلمت انها زعلانة، لكن هو ابتدى يتكلم عن نفسه، ابتدى يتكلم عن مشاكله، ابتدى يلومها، ابتدى يحط قصص وزوايا تانية خالص للموضوع، ابتدى يطلعها هي اللي غلطانة، والزوجة بلعت الطعم وراحت معاه في سكة تانية خالص ونسيت اللي هي كانت اصلا جاية تتكلم عليه. رابع حاجة محتاجين نعملها، هنحاول ناخد بشكل واضح وقاطع من الشخصية اللي قدامنا التزام بوعد، التزام محدد بشكل واضح، مش كلام فيك او كلام هاي ليفل فيقدر الشخص اللي قدامنا انه يتلاعب بينا. خامس حاجة واللي دايما بنقولها طبعا، ان عشان نطبق كل اللي فات ده محتاجين يكون معانا متخصص، محتاجين نستعين بمتخصص. متخصص هيبقى عارف طبيعة الشخصية بتاعت حضرتك، عارف ازاي يديك مهارات الاسرتفنس او مهارات التأكيد، ازاي تقدر تأكد على حدودك، ازاي ان انت ما تنجرفش مع الشخص اللي بيتكلمك، ازاي تقول ايه وما تقولش ايه. يعني دي هتبقى حاجات مهمة جدا ان احنا نكتسبها ومهارات نقدر ننفذها على ارض الواقع. وبكده عزيزي المتابع نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة عن الشخصية المتلاعبة. لو الفيديو عجبك او فكرك بشخصية اتعاملت معاها، يا ريت تكتب لنا في الكومنتس تجربتك، شاركنا، خلي الفايدة تعود.
لو الفيديو عجبك يا ريت تضغط لايك وشير. بفكرك تاني اشترك في القناة، فعل زر الجرس، خلي كل الفيديوهات اللي هنعملها توصل لكم في المستقبل. لو الفيديو ما عجبكش يا ريت تكتب لنا في الكومنتس ايه اللي ما عجبكش تحديدا عشان نقدر نشتغل عليه ونحسنه في الفترة اللي جاية. نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.